سلام مشاهدينا الكرام في فيديو جديد على قناتي قناة شيف مجدولين. اليوم كيف ما تشوفوا معايا غادي نديرو كسكسو بالدقيق الكامل او بالقمح اللي تيجي زوين بزاف في هاد العيد، بالكتف ديال لحم الغنم اللي تيجي زوين بزاف. فكنصحكم على انكم تتبعوا معايا لا فيديو باش تعرفوا معايا على المكونات وطريقة التحضير واللي غادي ناخدو فيهم. كتف الغنمي كيف ما تشوفوا معايا تنقطعوا فوق منه مطيشه وحده كبيره مربعات صغيره، وتنزيدوا معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم بلدي ومعلقه صغيره عامره ديال الابزار وشويه ديال خرقوم ديال الباكيه باش يعطينا اللون، وجوج معالق كبار ديال زيت نباتيه والملح حسب الذوق. فتنخليهم يغليو واحد شويه ومن بعد تنزيدو 2 اطرو ديال الماء وتنخليوها تغلى واحد شويه. فكيف ما تشوفوا معايا ملي تتغلى لينا لاصوص ديالنا تنزيدو عليه خيزو سلاوي واللفت، تنديروهم هما الاولين حيت تيشدوا لينا طياب، تنديروهم هما الاولين ومن بعد عاد غادي نكمل المكونات الاخرين. فغادي نديروهم هما الاولين حيت كيف ما قلت لكم تيشدوا لينا الطياب، وغنسدو عليهم باش ندوزو نوجدو القمح ديالنا. غادي نحتاجو القمح، شويه ديال الملح، 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون وشويه الماء، وغادا نبدا نكسكس على هذا الشكل هذا. فغادا نبقى نزيد شويه شويه ديال الماء كيف ما تشوفوا معايا، تنحس بالقمح ديالي كله ولا مكسكس. غادا نديرو في الكسكاس وغادا نديرو مشاهدينا الكرام فوق البرمه باش يفور التفويره الاولى، حيت غادي نديرو 3 تفويرات. هذه هي التفويره الاولى. فمشاهدينا الكرام كيف ما تشوفوا معايا من بعد ما غلات لينا البرمه ديالنا عاد ممكن نديرو الكسكاس فوق منها ديال القمح. هنا من بعد ما التفويره الاولى وجدات لينا تنرشو شويه الماء على القمح ديالنا وتنحلوه بهذه الطريقه هذه بشويه بشويه. فهنا غادي نزيدو غير الماء صافي، وغادا نبدا نكسكس فيه بشويه 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 ونزيد الماء على هذا الشكل هذا. فبالنسبه للكسكسو ديال القمح او بالدقيق الكامل فهو تيجي صحي جدا، فكنصحكم على انكم تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. فهو كسكسو صحي. فغادا نبقى غادا على هذا الشكل هذا ونكسكس القمح ديالي او الدقيق الكامل. من بعد مشاهدينا الكرام غادا ملي تتبدا طيب لينا الخضره اللي رمينا في الاول غادا نزيد عليها الدنجال ديالي والقرعه، حيت القرعه والدنجال ما تتاخدش لينا بزاف ديال الطياب. غادا نزيدهم
ومن بعد مشاهدينا الكرام غادا نمشي القمح ديالي اللي كسكست باش ندير التفويره الثانيه. غادا نديرو في الكسكاس باش ندير التفويره الثانيه. فكيف ما قلت لكم بالنسبه لهاد الكسكسو فتيجي زوين بزاف وصحي كيف ما قلت لكم. فهذه بالنسبه للتفويره الثانيه. فها هي وجدات نديرو عليها وتنسقيوها بشويه ديال الماء. نحاولوا نسقيوها مزيان بالماء ونحلوها على هذا الشكل هذا، ونمشيو باش نرميو القرعه الحمراء ديالنا هي الاخرى صافي. فغادي نمشيو باش نرميوها وغادي نزيدو القمح ديالنا للتفويره الثالثه. فتتبعوا معايا غير المراحل. فطريقه التحضير فهي سهله جدا. الا شفنا لاصوص ما كافياش ممكن نزيدو الماء وغادي نزيدو شويه السمن. ولو هنايا الملح لقيت لاصوص ديالي مسوس فزدت شويه ديال الملح. وغادا ندير هنايا التفويره الثالثه وغادا نرمي التفويره الثالثه والاخيره صافي. فبالنسبه هذه هي التفويره الثالثه. فكيف ما كتشوفوا معايا مشاهدينا الكرام فالكميه زادت بالنسبه للدقيق الكامل او ما يسمى بالقمح صافي. مشاهدينا الكرام هنا من بعد ما درت التفويره الثالثه فما كنزيد عليها لا ما لا حتى شي حاجه صافي. تنديرها فوق القصريه اللي غادا نقدم فيها الكسكسو ديالي، الكسكسو المغربي اللي تيجي زوين بزاف وتيجي لذيذ جدا. فكنصحكم على انكم تجربوه وتردوا عليا كيف جاكم. فغدا نبقى غدا على هذا الشكل هذا مشاهدينا الكرام. تنكمل تحضير القصريه ديال الكسكسو لهذا اليوم بالكتف ديال الغنمي والكتف ديال العيد اللي تيجي زوين بزاف وتيجي لذيذ جدا. فغدا نبقى مشاهدينا الكرام غدا على هذا الشكل هذا تنكمل القصريه ديالنا لهذا اليوم. فكيف ما تشوفوا معايا القصريه ديالنا وجدت. كنتمنى على ان الفيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم مشاهدينا الكرام وعيدكم مبارك سعيد. كنتمنى تابوناو في لاشين ديالي والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء.